البريزيدون تاع لا فيفا زعما سوا ديزون اسبانيا وبرتغال قال لك ما نسحقوش المغرب تنظم معنا الكوب دافريك اللي راهي جايه تاعها يا خرا شنو هذا زي نقول لكم باللي المغرب قد لن يشارك في مونديال 2030 وراح تعرفوا السبب في هذا الفيديو. ثم هما ماهوش قابلين وانت راه قابل. يعني المغرب غنبقاو نعطيوك في البنين كي تقول وراك واللي شاطت عليك كولا. اللي لسه مش مدرك قوة المغرب. رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يعقد اجتماعا طارئا مع كبار مسؤولي الاتحاد في المغرب. إنفانتينو يترأس الفيفا من جديد والكولسة من جديد من المغرب. إذا بجد والله العظيم حد يفهمني إذا رئيس الفيفا عرض على المغرب الفرصة باش ينظم الفينال ديال كأس العالم 2030. دار اجتماع البارح هنا في المغرب ديال الفيفا، اجتماع كبير. Quand je viens au Maroc, je suis chez moi. La prochaine Coupe du Monde, la Coupe du Monde du centenaire, sera ici au Maroc aussi. لا مؤمن إسبان يقولون إما المباراة النهائية في إسبانيا أو لا نريد هذا المونديال. مش انا قلت لكم ان كل حاجه بتتعمل ليها سبب وانه في مخطط واضح جدا ضد المغرب؟ علاش رئيس الفيفا جا تيجري للرباط بعد ديك البلبله دار مع الاتحاد الاوروبي والعالم كامل دابا نوض فيه البلبله؟ ولكن كيفاش الاخوه الاحزاب السياسيه ديال اسبانيول كتطالب باستبعاد المغرب من تنظيم مونديال 2030؟ سيكو صعب شنو. ايضا وسائل الاعلام الاسبانيه مشات في نفس الطرح، بعض منها وخاصه البرتغاليه المواليه لبعض الاحزاب اللي عندها توجه خاص. صديق إفريقيا إنفانتينو يتعرض لحرب كبيرة، حرب إعلامية كبيرة وهيجان من الإعلام الأوروبي اللي كنت أنا شخصيا أظن بأنه يتحلى بنوع من المصداقية. لاحظتوا أوروبا كيفاش تحموا علينا؟ الصحافة الإسبانية والبرتغالية قلنا ماشي مشكل، ولكن البارح تايمز هي خرجت كتقول بأنه المغرب عقد صفقة مع إنفانتينو باش حنا ندعموه في الانتخابات الجاية وهو يدعمنا ناخذ الفينال. الصحافة الإسبانية ولات بحال واحد الصحافة، راكم عارفين، الكولاسة والقجاع والقوجع. نعم إنفانتينو غادي يبقى، غادي يربح الانتخابات الجاية رغم الأنف الأوروبيين لأن القجع معاه. بقات فيا غير فرنسا مسكينة. دابا الشياتة اللي كانوا كيشيتوا الفرنسيس دابا ولاو كيشيتوا السباليون. شوفوني لهم في الليل انا شاد حجر اخذ الصف ناطي. حالة من القلق تعصف في مكاتب مدريد، والسبب ليس صفقة لاعب بل زلزال هندسي قادم من شمال افريقيا. حلمك يا فلورنتينو بيريز شكله بيودع. تخيلوا يا جماعة أخبار طلعت اليوم إن المغرب هي الأقرب لاستضافة نهائي كأس العالم 2030. في ناس كذلك صوروا فيديوهات على الملعب الجديد الكبير، أكبر ملعب تقريبا في العالم، ملعب بن سليمان سيكون جاهز بإذن الله تعالى في كأس العالم من ضمن الملاعب الضخمة، فوق 100,000 تقريبا، 120,000 تقريبا. بيكون في العاصمة ولا بن سليمان قريبا من العاصمة. Pour la Coupe du Monde de 2030 qui va être la plus belle évidemment de l'histoire. Elle ne peut être que la plus belle parce qu'on est dans le plus beau pays ici au Maroc. ما ينجمش السيد يقول لهم بالدعم، انت تقول له قال عليا المغرب هو يقول لك بالدعم غادي ندعمهم. يا ربي حقرونا يا إخواني. قال حقرونا واش داك عندهم اول قال لك سيدي جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ثقته الكاملة في رئيسه جياني إنفانتينو وذلك عن قيد بالعاصمة الرباط. هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات الداخلية والخارجية، وانه في حمله تشويه واضحه جدا ضد المغرب. قلنا كده، فالخبر ده يبين لك ان اللي احنا قلناه واللي احنا بنفكر فيه صح 100%، انه بعد هذه الاحداث تطلع اسبانيا تقول لك احنا مش عايزين المغرب ينظم كاس العالم، ده بص بيحصل ايه في المغرب، احنا عايزين نسحب المغرب من تنظيم كاس العالم، احنا عايزين نبقى احنا والبرتغال بس، او يكون في طرف ثالث غير المغرب. مالهم هادو صاحبي، مالهم يبان يجعلوا جعله وحده. علاش زعما؟ كيفاش وعلاش؟ واش دخلنا احنا معاكم باش احزاب سياسيه اسبانيه تطلب باستبعاد المغرب المونديال؟
بعد خبر من التايمز قالت بأن إنفانتينو وعد المغرب بنهائي كأس العالم، خصوصا بعد اجتماع الأربع في الرباط الذي تأكد فيه إنفانتينو بأنه سيظل في مكانه بعد مشكلة كبيرة تعرض لها بعد اقتراحه لفكرة بيع سندات كأس العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لماذا الأوروبيين بالتحديد هم اللي بيحاربوا إنفانتينو وليس أي شخص آخر؟ إنفانتينو من 2016 قدم تقريبا